والله يسعد كل أوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو لليوم. أول شي كان عندي شغل كتير بالمطبخ، نظفت فوق المجلة. قلت أول شي خليني نظف فوق المجلة والغاز، ورح أسوي أكلة هيك سريعة. أنا وعم سوي هالأكلة كان عم سوي المطبخ يا جماعة، مشان هيك عم تشوفوا الغبرة يعني اللي كتير فوق الغاز. وهاي نظفت فوق الغاز والمجلة كتير منيح، مرتين وثلاثة هيك رجعت فوقن. وبعدين قلت خليني هيك أسوي أكلة على السريع، ما دام في لحمة بالبراد وفي حطيت كيلو بندورة وثلاث فليفلات حلوين وكم سنون توم. قطعت الفليفلة كمان حطيت فوقها والبندورة وضربتهم هيك ضربة ضربتين حتى هيك انفرموا شوي. كنت مستعجلة كتير يا جماعة لهيك قلت الحمد لله في لحمة بالبراد، هيك سويت أكلي على السريع يعني أحسن ما أطبخ وأقطع وهيك ساعة أضل فيها، لأنه كان في عندي كتير شغل بالمطبخ لما أنا عم سوي هالفيديو. كمان كان عندي فيديوهين عم صور معاها. وإذا أول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أنا عم نزله يا جماعة. وبتمنى تساعدوني لحتى يكبر قناتي أكتر وأكتر إن شاء الله، ويتحسن وضعي وبصير أنزل فيديوهات أحلى من هيك إن شاء الله. ضربتهم هيك بالخلاط شوي وفرمتهم، وبعدين جبت اللحمة. أول شي حطيت ملح وفلفل أسود، وبعدين رجعت حطيت فلفل أحمر خشن كمان فوقه شوي. ويا جماعة العيار اللي عم حطه يعني حسب اللحمة اللي انتي عم تحطيها وحسب الكمية. يعني أنا هون استعملت معلقة وسط تبعت شاي توابل. حطيت لحمة كيلو لحمة وحطيت شوية لية فوقها، دهنة الخروف يعني، وهيك دعكتهم شوي حتى الدهنة فاتت مع اللحمة. وبعدين حطيت التوابل، بعدين حطيت الخضرة. بلحمة الخروف يا جماعة شقد ما يعني ما تكتروا توابل فيها أحسن، مشان يبين طعمة اللحمة. أنا عادة اللحمة أكتر شي يعني أحط فيها ملح وفلفل أسود بس. هالمرة حطينا فلفل أحمر خشن كمان معه. يعني في عالم يحطوا توابل تبع اللحمة وما بعرف إيش. خلص اللحمة كلها تضل على طعمة التوابل، ما بقطل فيها الطعمة. أنا هيك عم سويها يا جماعة مشان تعرفوا. هيك خلطتهم مع بعضهم شوي. فضيتها بهالصحن لأنه قلت رح سوي فيها، نسيت إنه لسه ما حطيت خضرة. رجعت حطيت خضرة وحطيت يعني دعكتهم شوي هيك عفوا خلطتهم هيك شوي مع بعضهم لحتى هيك الخضرة فات بين اللحمة كلياتها. وفضيتها بالصحن، الصحن طلعت صغيرة، جبت طواية كبيرة على أساس عسويها بالفرن يا جماعة. كمان أنا وعم بشتغل راحت الكهرباء ما لحقت أحطها بالفرن، سويتها على الغاز بس. هيك دعكتهم شوي الخضرة حتى فاتت بينات اللحمة كويس.
فضيتها وهيك عم جلسها، عم افردها بالصحن. شفت انه ما بتكفيها. هلا جبت صحنة كبير، طاواية كبيرة اكبر من هاي يعني. يا جماعة هالفيديوهات هالفترة رح تكون على الطبخ ان شاء الله، هالكم فيديو، وبعدين رح صور لكم شغلات تانية ان شاء الله بالايام الجاية. يعني في تنوع بالفيديوهات كتير ان شاء الله. هيك مديتهم بالصينية كمان على هيك مستوى بعضها، مثل بعضها سويتها يعني تقريبا. وراحت الكهرباء ما لحقت احطها بالفرن. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون مشتريات قبل رمضان ان شاء الله، واللي بعدها راح تكون تزيين المطبخ. نطالع الزينة نشوف ايش في ايش ما في، ايش في ناقص، ايش بده تنظيف كمان راح ننظفها مع بعض. الفيديو الجاي مو فيديو اللي ورا هاي، اللي بعدها ان شاء الله راح ننزلها. نشوف ايش مشتريات جديدة جبنا كمان. هون حطيت كم فليفلة فوقها يا جماعة، حلوين وحادين. ما شاء الله شوفوا هالمنظر. حطيت كيلو بندورة يا جماعة مشان تعرفوا، كيلو بندورة وكم سنون توم وكم فليفلاي بين اللحمة هاي. في عالم تحط فوقها بندورة، في عالم تحط تحتها، في عالم تحط بطاطا. أنا هيك سويتها على السريع لأنه كان في عندي شغل تاني. هون حطيتها على الغاز لأنه راحت الكهرباء، وغطيتها وشفتها كل شوي كنت عم شوفها. هديك اللحمة ليش طلعت لبرا ما بعرف. نظفتها هي كمان. خليها هي تستمتع. وطيت تحتها كمان لبين ما اخلص شغلي. هون تقريبا استوت يا جماعة، استوت وطفيتها والحمد لله رب العالمين. خلصنا كل شغلنا تقريبا بهالأثناء اللي كانت عم تصير. هون أنا وعم أعزل البراد يا جماعة، شفت فيه باذنجان أسود بالبراد. قلت قبل ما يخربوا قلت خليني هيك حطهم على الصوبة وأشويهم وأسويهم أبو غنوج وأحطهم بأكياس وأحطهم بالبراد. اي والله حطيتهم فوق الصوبيا. قلت الصوبيا شغالة وشغالة، خليني أحط فوقها هي كمان راح تصير. هون شلتهم، شفتون انه استووا، شلتهم ونظفتهم وحطيتهم بصحن وبعدين حطيتهم بالكياس لبردوا شوي. حطيتهم بكيس وحطيتهم بالبراد. راح تلزمني بعدين هلا هاي بآخر الليل يا جماعة، بعد ما خلصت كل شي تقريبا. انتو كمان اذا الصوبة شغالة وفي عندكم باذنجان وما بدكم تشغلوا النار، اعملوا مثلي، حطوها على الصوبة يا جماعة. حطوها على الصوبة وخليها تستوي على قدام عيونكم، وبلا غبرة وبلا دخان وبلا شي.
نار كانت يا جماعة بالزور على نظفتهم. ما استنيت عليهم بصراحة، قلت خليني أخلص وأجلي الجليات وأروح أقعد مشان يكون ما يكون في شي يعني أبدا. كم وحدة كانوا يعني مو كتار، بس يعني قلت أحسن ما يخربوا بالبراد، وهلا ما تلزمني أسوي فيها طبخة شي، قلت خليني هيك أسويها وأحطها بالكيس وأحطها بالبراد أحسن، ما تضل بالبراد وتخرب تروح الكهرباء ما عم تجي كويس، مشان هيك. هالفيديو يا جماعة لا سرعته ولا منتجته، تقريبا منتجته يعني هيك بس طبقتهم فوق بعض وبس، ما منتجت يعني ما سرعت لا الفيديو ولا شي. انتوا قولوا لي اياها بالتعليقات شلون يعني، حلوة مو حلوة، بدكن اياها سريعة، بدكن اياها هيك تكون على مهلة هيك على طبيعتها. بصراحة انا احب هيك تضل على طبيعتها احسن واحلى تطلع. بقى انتوا عطوني رأيكم بالتعليقات كمان. هون ضلت بس وحدة اقول خلصتها هي كمان. فاطمة كانت بالمطبخ، قلت لها اعطيني السكينة عشان اقطع راس رؤوسن كمان، وخلاص هيك ما رح افرمن، احطهم بالصحن خليه يبردوا شوي، وبعدين رح احطهم، رح احطها بالكيس يعني كلياتها وجبة، هي وجبة مو محرزة احطها بالكياس، احطها بالكيس واحد، انتبهوا ملاحظة. وبس يا جماعة، هاي الفيديو لليوم كان، وإن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا واستفدتوا منا بشغلة هيك صغيرة. ولا تنسوني تحطوا لايك وتشتركوا. ما بعرف عدت هالكلمة يمكن مرتين ثلاثة ما بعرف. وبخاطركن يا جماعة.